قبل ما نبدأ كده عايزة أسألك سؤال. امتى آخر مرة قعدتي فيها مع نفسك؟ من غير تليفون، من غير دوشة، من غير ما حد ينده عليكي، من غير ما تفكري تعملي أكل ولا غسيل. امتى آخر مرة قعدتي تاكلي فيها كده حتة شوكولاتة أو تشربي قهوة لمجرد إن انتي بتحبي القهوة مش عشان تفوقي وتكملي يومك؟ أنا عارفة إن في بنات كتير قوي دلوقتي هتقولي ولا فاكرة. عارفة، بقالي شهور ما عملتش كده، يمكن من أكتر من سنة. وده طبيعي جدا، لأننا اتعودنا نكون آخر واحدة في قائمة الأولويات. بس خليني أقولك، لو فضلتي طول عمرك تهتمي بالناس وتنسي نفسك، هتيجي لحظة وتنهاري. وصدقيني انهيارك ده مش هيأثر عليكي لوحدك، ده هيأثر عليكي وعلى كل اللي حواليكي. عارفين الكوباية الفاضية؟ أنا بحب أشبه الروح بالكوباية. لو الكوباية بتاعتك مليانة مية، هتقدري تدي كل اللي حواليكي وتفضلي واقفة. لكن لو فضيتيها وفضلتي توزعي من غير ما تمليها تاني، في يوم هتلاقي الكوباية فاضية خالص، ومهما حد طلب منك مش هتقدري تديله أي حاجة. نفس الموضوع ده بالظبط في حياتنا. المي تايم هو اللي بيملالك الكوباية دي، هو اللي بيخليكي تقدري تدي حب وصبر واهتمام من غير ما تنهاري. كلنا للأسف اتربينا إن الست كويسة هي اللي دايما متاحة، هي اللي تلغي نفسها عشان الكل يبقى مبسوط. ولو فكرت تهتم بنفسها في يوم من الأيام، تسمع كلمة انت أنانية أو مستهترة أو انت مش أم مثالية. بس يا ترى ايه اللي هيحصل لو فضلت كده؟ عارفة ايه اللي هيحصل؟ هتعيشي حياتك كلها للناس، وهتيجي في الآخر تلاقي نفسك مش لاقية روحك. والأخطر كمان إنك هتطلعي جيل من البنات بيعيد نفس الغلط، ينسوا نفسهم عشان يرضوا غيرهم. انت عارفة لو أخدتي وقت لنفسك إن ده هيأثر على شكلك وصحتك وعلاقتك بالناس وعلى طاقتك؟ تعالي أقولك إزاي. أول حاجة، على شكلك هتلاقي الراحة النفسية بتبان على وشك أكتر من أي مكياج تحطيه. على صحتك هتلاقي إن التوتر بيجيب صداع وتساقط في الشعر ومشاكل في الهضم، وكل ده مرتبط بالضغط. كل ما هتكوني مضغوطة زيادة، كل ما هتلاقي كل حاجة فيكي بتبوظ. شعرك بيقع على طول، وشك بهتان، عندك هالات سودة تحت عينك، حتى بطنك هتلاقي فيها مشاكل كتير قوي، والقولون يهيج عليكي. وهتلاقي كل ده بسبب الضغط العصبي اللي انت فيه. لما تاخدي وقت لنفسك، ده هيأثر على علاقاتك بالناس، عشان انت لما تكوني مرتاحة هتتعاملي مع جوزك وولادك وأصحابك بالراحة وبصبر. هيأثر على طاقتك عشان يومك هيبقى أسهل، بدل ما تحسي إنك بتجري طول اليوم وعمالة تنهجي. طب هتيجي تسأليني إزاي أقدر آخد المي تايم بتاعي؟ تعالي أقولك شوية أفكار بسيطة كده وسهلة تقدري إن انت تنفذيها مع نفسك كل يوم. كل يوم الصبح قبل ما البيت كله يصحى، روحي كده اقفي في البلكونة شوية، شمي هوا ربنا، اعملي أي حاجة تشربيها تكوني بتحبيها واسترخي شوية. ممكن تعملي جلسة سبا في البيت، تعملي ماسك لشعرك، ماسك لبشرتك، شاور جل بريحة بتحبيها. هتحسي ساعتها ان انت منتعشة. حتى لو رايحة تشتري حاجة من السوبر ماركت، استغلي الوقت ده وتمشي شوية. خلي ليكي وقت اقري او اكتبي فيه اي حاجة، صفحة من كتاب او دفتر تكتبي فيه اي حاجة كده جوه قلبك مضايقاكي مش عارفة تقوليها لحد، او حاجة حتى بسطاكي عايزة تبقي فرحانة بيها، وكل ما تشوفيها تفتكري الموقف ده تاني. اسمعي مزيكا او قرآن، موسيقى هادية كده او صورة بتحبيها. فضي دماغك وريحي قلبك شوية. افضلي قولي لنفسك توكيدات يومية. قولي على طول انا استحق الراحة، انا بحب نفسي، انا مش انانية. على فكرة الحاجات دي مش مجرد كلام وبيتقال، لما هتبدأي ان انت تنفذيها بجد هتحسي بفرق كبير قوي في حياتك. في ستات كتير قوي بتتضايق من رجوع المدارس، وتقول يا هرجع اصحى من بدري تاني وهعمل واجب وهعمل مذاكرة مع العيال وانزلهم واوديهم واجيبهم. ما يعرفوش ان وقت الدراسة ده وقت مهم جدا ليكي انت. اول ما تنزلي ولادك للمدرسة، هيبقى الوقت اللي موجود ده بتاعك انت لوحدك طول فترة الدراسة بتاعتهم. تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه من غير ما حد يضايقك، من غير ما حد ينده عليكي، من غير ما حد يطلب منك اي طلب. ساعتها هتحسي بجد ان انت بتتنفسي حتى لو ما عملتيش اي حاجة. حتى لو قاعدة كده مبلمة وباصة للحيطة، هتحسي ان انت هادية من جواكي. جربي تستغلي الوقت ده. عارفة، كان في واحدة صاحبتي كنت كل ما اشوفها الاقيها مرهقة. كل ما ازورها الاقي بيتها غير منظم، على طول متنرفزة من اقل حاجة. بدأت تخصص نص ساعة كل يوم لنفسها. النص ساعة دي ابتدت تعمل فيها الحاجات اللي هي بتريحها بس. ما كانتش بتعمل اي حاجة تانية ممكن انها تكون مطلوبة منها في وقت من الاوقات. يعني النص ساعة دي مش تقول انا هقعد فيها كده اعمل اللي جوزي طلبه مني او هعمل حاجة للولاد او لا. النص ساعة دي بتاعتي انا لوحدي، وكل يوم هعمل فيها حاجة مختلفة. عارفين صاحبتي دي ايه اللي حصل لها بعد شهر؟ بقت شخصية تانية خالص. بقت اهدى جدا، وشها نور، حتى جوزها ابتدى ان هو يلاحظ الفرق. ليه انت كمان ما تعمليش زيها؟
جربي تعملي كده، مش هتخسري حاجة. مش لازم تغيري حياتك كلها في يوم واحد، لكن خطوة صغيرة هتخليكي أسعد. من الآخر، أنا عايزة أقولك إنك مش محتاجة إذن من حد عشان تعيشي لنفسك. المي تايم ده مش رفاهية، ده احتياج أساسي زي الأكل والشرب. ادي لنفسك وعد النهاردة إنك هتخصصي وقتك الخاص بيكي حتى لو 10 دقايق بس. وما تنسيش، انتي مش بس ست مسؤولة، انتي روح وقلب وكيان كامل يستحق الراحة والحب. أشوفكم الحلقة الجاية.